مساء الخير، وعايزين بقى نتكلم على المسرحيه اللي مش هتنتهي دي في نادي الزمالك. يعني عشان خاطر ايه؟ ابطال المسرحيه بقوا تقال قوي. عايزين نتكلم على كوارث نادي الزمالك اللي بتحصل، المتمثله في جمهور نادي الزمالك العبيط المقسوم نصين. نص عمال يقول لك مرتضى منصور هو السبب في دمار نادي الزمالك، ونص تاني عمال يقول لك ممدوح عباس هو المتآمر على نادي الزمالك وهو اللي دمر نادي الزمالك. انا بقى واحد من جمهور نادي الزمالك اللي فاهم، بقول لكم ان ممدوح عباس ومرتضى منصور وجهين لعمله واحده. هما الاثنين هما اللي خربوا نادي الزمالك. هتقول لي ازاي يا عم؟ هقول لك تعالى لي بقى وانا احكي لك موقف حصل امبارح يثبت لك ان الناس دي والله شكلهم اصحاب. يعني شكل كده مرتضى منصور وممدوح عباس اصحاب، وبيقعدوا مع بعض طول الليل يتعشوا ويسهروا ويتكلموا ويخلونا احنا ايه نتنقط ويجي لنا جلطات ويجي لنا ضغط وسكر وكل حاجه. امبارح مرتضى منصور بيه قال لك انا مشيت وسبت نادي الزمالك خالص. حلو يا عم، وفك الحجز يا عم ممدوح يا عباس. خلاص يبقى يطلع لك ممدوح عباس امبارح بالليل بعد ما مرتضى منصور قال لك انا ماشي. قال لك انا حجز ايه؟ الحجز مفكوك من 4 شهور، ومرتضى منصور غلط غلطه انه دخل الضرايب نادي الزمالك، والضرايب هي اللي حاجزه على ارصده نادي الزمالك. طب انت كنت فين من 4 شهور يا لطخ؟ يعني بقالك 4 شهور بتقول الكلام دوت او الكلام ده حصل، ما طلعتش قلته ليه في فيديو ب3 تعريفه على الفيسبوك ولا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعيه؟ ما طلعتش ليه قلته على يوتيوب، على الفيسبوك، على اي حاجه؟ يا عم قولوا على الانستجرام، اي حاجه. قول يا جدعان انا الحجز مفكوك. لكن هو ما يقولكش، هو يخليك تضرب اخماس في اسداس في كل حاجه عشان خاطر ايه؟ المسرحيه تكمل ونفضل نهري في بعضينا. الحجز مفكوك من 4 شهور يا مرتضى منصور، وانت اللي دخلت الضرايب. طب ما قلتش ليه يا بيه؟ لا مش هقول، انا مش هقول الا لما هو يمشي عشان نفضل نتكلم. فمرتضى منصور وممدوح عباس وجهين لعمله واحده، دمروا نادي الزمالك. اقوى صفقتين جابهم النادي الاهلي هم ممدوح عباس ومرتضى منصور. والله العظيم لو جاب الاهلي جاب ميسي ورونالدو مش هيبقوا صفقتين زي الصفقتين دول. هم اللي دمروا نادي الزمالك، هم اللي عملوا تاريخ نادي الاهلي. اخر 15 سنه بس اديك شفت الاهلي واخد كام بطوله افريقيا؟ واخدها 8 مرات. 8 كاس عالم للانديه، 8 سوبر افريقي ولا 6 سوبر افريقي. يعني بصوا، كوليكشن جامد جدا جدا في عهد مرتضى منصور وممدوح عباس. فابوس ايديكم اعرفوا بقى ممدوح عباس ومرتضى منصور واتباعهم، ما اتباعهم عشان بس ما يضحكوش علينا، يجوا لنا تاني باكس بمنظر تاني، فيجي لنا مثلا احمد سليمان، وهو احمد سليمان ده اصلا الدراع اليمين لممدوح عباس. الناس دي كلها بره النادي، ويجي ناس محترمه تمسك النادي. خلاص عشان انا خلاص جادد، انا مش قادر اتكلم. انا عمال اتفرج على مسرحيات العيال كبرت، يعني بتضحكني، بس اللي بيحصل في الزمالك بيضحكني اكتر. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، تابعوني وواسوني عشان انا تعبت والله العظيم نفسيا. السلام عليكم.